بداية كده، انتوا عارفين ان انا بعتبركم اخواتي وصحابي. يا جماعة، الاكلة دي رهيبة، لازم تجربوها. يعني انا من الناس اللي لازم على السفرة كده في الغدا يبقى في كذا صنف، حتى لو بتنجان وطعمية فول سوداني، فول مدمس، المهم يبقوا كذا صنف مهما كانت بساطتهم. انما ان انا اقتنع ان طبق واحد كده يبقى هو ده الغدوة، بجد الاكلة دي خلتني اقتنع 100%. زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا الاول نسمي الله ونبدأ في الخطوات. جبت 2 طماطمايه وواحد فلفل وواحد بصل صغير، وطحنتهم كلهم في الكبة. ما عندكيش كبة تقدري تستخدمي المبشرة، وطحنتهم ناعم وسيبيهم على جنب. هقولك هنعمل بيهم ايه بعد كده. جبت نص كيلو بانيه وفرمته ناعم زي ما انتوا شايفين. عايزه تستخدمي حاجه غير البانيه، لحمه مفرومه، ما فيش مشاكل. جبت رز وبليته ونقعته، وبعدين صفيته من الميه. طبعا انا قصرت عليكم الخطوات عشان ما اطولش عليك الفيديو. وبعد كده نشفته وطحنته فيه كبه التوابل. خدت بقى من الرز المطحون ده كوبايه وحطيتهم على نص كيلو بانيه. حطيت ملح، فلفل اسود، وبابريكا، بودرة بصل، بودرة ثوم، وزنجبيل بودر، وبهارات كفتة، معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة من المستردة، وبصلاية صغيرة مفرومة ناعم. ونزلت عجن في الكلام ده. عارفين كمان بقى اللي يدي نتيجة احلى واحلى؟ ان انتوا ترجعوها للكبة اللي فرمتوا فيها البانيه وتلفوها كلها تاني مع بعض. تاخد لها ايه، لفاية كده في الكبة لغاية ما تبتدي تتجمع كلها وتبقى كتلة واحدة. وشكليها زي ما انت عايزة، راس صغيرة، كرات صغيرة، صوابع، زي ما انت عايزة. تعالوا بقى ندخل في الخطوة اللي بعدها، ودي نقدر نقتصر عنها بطريقة تانية هقولها لكم قدام في الفيديو. جبت 3 معالق من معجون الطماطم، بس يعني دي مش معلقة مليانة قوي، والنوع اللي عندي بصراحة ما كانش بيدي نكهة ولون قوي، فاستخدمت 3 معالق. لكن انت لو عندك النوع بتاعك بيدي اللون بسرعة، استخدمي معلقة واحدة. مكعبين من المرقة مطحونين، اللي ما بيحبش يستخدم مرقة ما يستخدمش. معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا. ونزلت عليهم بالمية وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. نجيب بقى طاسة ونملاها بالزيت علشان نقلي فيها الكرات بتاعتنا بتاعة الكفتة. أول ما الزيت يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بكل الكرات بتاعتي وهستنى لغاية ما تاخد اللون المطلوب. طبعا ما تاخد يعني ما تفتكروش ان هي تبقى نفس لون كرات الكفتة اللي باللحمة الحمراء. لا، دي هتكون لونها أفتح بكتير زي ما انتوا شفتوا كده. دلوقتي بقى اخر خطوه تعمليها في الاكله دي انك تسلقي المكرونه. حطيت بعد ما الميه غليت معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الزيت، وحطيت نوع المكرونه اللي انا عايزاه. انا بصراحه حبيت استخدم النوع اللي هو حلزوني ده علشان هيشيل معانا شويه بهاريز يا جماعه ملهمش حل. تعالوا بقى نفس الطاسة اللي هي الطاسة بطلة الحلقة النهاردة، هنحط فيها المفروم بتاع الخضار اللي أنا عملته في معلقة سمنة كبيرة لغاية ما يبتدي الإيدام أو السمنة تنطر على الوش زي ما انتوا شفتوا كده. وهنزل بقى بالمكرونة اللي خلاص اتسلقت، تقريبا خدت 10 دقايق في السلق، وكرات الفراخ. انزلي بقى بالعصير اللي احنا قلناه. طيب، ايه بقى الخطوه اللي انا قلت ممكن نقتصرها؟ ان انتي اصلا بعد ما شوحنا الخضار اللي انا عملته تقدري تضيفي العصير عليه على طول. حطي بقى انتي المكونات اللي حطيناها في الدرق دي، حطيها في العصير. قلبت الكلام ده كله وسبتها 5 دقايق على النار تاخد وتدي مع بعض. في الاخر خالص قطعي بصل اخضر حلقات زي ما انتي شايفه كده، وقلبيها بقى مع المكرونه والكفته. يا سلام على الجمال. شايفين بقى؟ شايفين الصوص والبهاريز داخله في الصينيه بتاعت المكرونه؟ بجد يا جماعه كانت رهيبه بجد. يعني بجد والله العظيم والله العظيم، يعني اتنسفت من اولها لاخرها. تعالوا بقى نشوف هنقدمها ازاي. هتحطيها في الطبق. هو الطبق ده هو كان الغدا. حتى كانوا بيقولوا لي عايزين بطاطس محمره، رجعوا في كلامهم، يعني اللي هو لا بجد الاكله دي كافيه جدا. معاها الكرات. تعالوا بقى اوريكم كرات الفراخ عامله ازاي من جوه. شايفين؟ انا بحب من فوق كده احط شويه من البصل الاخضر. المكرونه رهيبه. شايفين؟ بجد يا جماعه لازم تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي في الكومنتس عجبتكم ولا لا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يلا بقى، ما تنسوش اللايك والشير، والف هنا وشفا عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.